Don't play with her, don't be this. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الشارع الألماني مع محمود التلباني. النهاردة حلقة جديدة من سلسلة حلقات اتعلمها بمزاج. اللي ما يعرفش سلسلة الحلقات ديت، هي سلسلة حلقات من خلالها بنحاول نتعلم اللغة بطريقة فاني شوية، بحيث تخرج من جو مود اللي هو الورقة والقلم وتحس ان اللغة مملة وانك قاعد بتذاكر. لا، احنا عايزين نتعلمها بمزاج، نتعلمها بطريقة جديدة تحسش انك انت ملان وانت بتذاكر. والطريقة ديت بنتعلم منها كالآتي: بتشوف الألمان بيكتبوا ازاي فبتقوي طريقة الكتابة بتاعتك. بنتعلم مع بعض ترجمة وتحاليل الأغاني، ومن خلالها بتتعلم انك توسع أفقك، انك الكلمة ما تاخد لهاش ترجمة حرفية ولكن ممكن يكون ليها أكتر من معنى. وطبعا انا فاتح لكم في الكومنتس تحت مجال التعليق، وده طبعا شيء بيسعدني جدا لما تخش وتقول رأيك وتصحح لي. ده يعني حاجة انا ما بشوفهاش عيب خالص، لا ده انا بحب كده. فلو انت شايف حاجة ان انا قلت حاجة مش في مكانها او انت لك رأي تاني، قول وما تترددش ونبتدي نتناقش، عشان هي دي طبيعة الحياة. تالت حاجة، انا بعد كده بسيب لكم اللينكس في الاغاني تحت، بحيث ان انتوا تروحوا تسمعوا الاغنية يبقوا سمعتوها مني، وبعدين بتروحوا تسمعوها تاني مع الليركس، فبتسمعها وتشوف كمان الكلمات فبتقوي عندك الهيرفشتندنس. طيب عشان ما اطولش عليكم المقدمة، يلا بينا يا شباب نبدأ لوز جيتس. انا دلوقتي هقرا لكم الاغنية كاملة، هي اغنية صغيرة ولكن مشهورة جدا، فيلا بينا نبدأ. بتقول ايه: Im Schatz durch Raum und Zeit, Richtung Unendlichkeit, fliegen Motten in das Licht, genau wie du und ich. Irgendwie winkt irgendwann irgendwo die Zukunft an. Ich warte nicht mehr lang. Liebe wird aus Mut gemacht. Denk nicht lange nach. Wir fahren auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht. Gib mir die Hand, ich bau dir ein Schloss aus Sand, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Die Zeit ist reif für ein bisschen Zärtlichkeit, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Im Schott durch Zeit und Raum, erwacht aus einem Traum, nur ein kurzer Augenblick, dann kehrt die Nacht zurück. ديت كانت كلمات الأغنية. طيب تعالوا بقى نشوف نحللها ازاي مع بعض. بتقولك im Schatz durch Raum und Zeit. كلنا عارفين ان دي Raum اللي هي الحجرة زي das Zimmer، ودي Zeit اللي هو الوقت، وشاتس يعني انهيار او سقوط، واداتها دي زي ما انا كاتبها لكم. ولكن المقصود هنا بيها ايه؟ Raum يعني المكان، فكلمة حجرة ممكن تيجي بمعنى المكان، وتسايت وقت ممكن نحللها للزمان، وإم شاتس يعني في تقلبات، اللي هو في انهيار، في سقوط، زي ما انا كاتبها لكم تحت، متقلبين او في توهان. فالترجمة هنقول: نطير انا وانت متقلبين في الزمان والمكان، او نطير انا وانت في توهان في الزمان والمكان الى ما لا نهاية، كما تطير الفراشات نحو الضوء. ف Unendlichkeit يعني اللا نهائية او اللا نهاية. فليجن موتن ان das Licht. موتن اللي هي انا مترجمها الفراشات، ولكن هي مش الفراشات، هو الصورة اللي انا حاططها لكم دوت احنا ممكن نطلق عليها تقريبا الهاموش، اللي انت مثلا تلاقيها على طول بتيجي كده ايه على الاباجورة او اللمبة اللي انت حاططها على المكتب عندك، فهو دوت الموتن. تمام. فالمقصود بيها هنا ان احنا هنطير، هنا بتشبه ان هي وهو هيطيروا زي خلينا نقول الهاموش نحو الضوء، اللي هو على طول كده بيبقى في توهان مش مركز. genau wie du und ich زي انا وانت. تمام. ودايما الالمان عشان تبقى فاهم ايش بتتجاب في الاخر. تمام. وعندهم مصطلح بيقولك الحمار هو من يذكر نفسه الاول، يعني ما تقولش دايما ايش und du، لا du und ich. جميل. das Esel nennt sich zuerst، اللي هو الحمار من يذكر نفسه الأول أولا. طيب نكمل مع بعض. بتقول له irgendwie fängt irgendwann irgendwo die Zukunft an ich warte nicht mehr lang. عارفين ان احنا anfangen يعني يبدأ، ولكنه فعل منفصل، و
irgendwie يعني بطريقة ما، irgendwann يوم ما، irgendwo مكان ما. فبتقول له ويبدأ المستقبل يوم ما في مكان ما وبطريقة ما، ولكن أنا مش هنتظر طويلا. Ich warte nicht mehr lang. تمام، يعني أنا مش هنتظر دوت كتير. Liebe wird aus Mut gemacht, denk nicht lang nach. Wir fahren auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht. فبتقول له هنا ايه؟ دي Liebe يعني الحب من الشجاعة، اللي هو مصنوع من الشجاعة. فبتقول له denk nicht lang nach يعني nach denken اللي هو يتروى ويفكر، ياخد وقت كبير كده هو يفكر في الأمر. فبتقول له لا، ما تفكرش كتير، قوم بينا يلا نقود على Feuerrädern يعني عجل من نار، اتجاه أو نحو المستقبل خلال أو أثناء الليل. فبتقول له فالحب من الشجاعة، فلا تفكر طويلا، وقم بنا نسافر نحو المستقبل أثناء الليل على عجل من نار. تمام. بعد كده بتقول له gib mir die Hand, ich baue dir ein Schloss aus Sand, irgendwie, irgendwo, irgendwann. gib mir die Hand يعني اعطني يدك، ولكن المقصود بها ساعدني أو خليك معايا. فلو انت اديتني ايديك، لو ساعدتني أنا هبني لك قصر من الرمل. irgendwie بطريقة ما، irgendwo مكان ما، irgendwann يوم ما. بعد كده بتقول له die Zeit ist reif für ein bisschen Zärtlichkeit, irgendwie, irgendwo, irgendwann. reif يعني اللي هو قد حان، خلاص اللي هو أتى بلغ. فبتقول له فقد حان الوقت لشيء من الشوق أو الحنان. Zärtlichkeit يعني شوق وحنان. حتى في مقولة بتقول لك Zärtlichkeit einer Frau يعني حنان امرأة. تمام. irgendwie, irgendwo, irgendwann خلاص احنا عرفناها. بعد كده بتنهيها بتقول له im Sturz durch Zeit und Raum erwacht aus einem Traum nur ein kurzer Augenblick, dann kehrt die Nacht zurück. ففي تقلب أو السقوط أو الوقوع في الزمان والمكان والاستيقاظ من الحلم للحظة قصيرة، وسرعان ما يأتي الليل من جديد. يعني اللي هي بتقول له خلاص احنا كل دوت احنا بنحلم وهنيجي نفوق، ولكن لحظة قصيرة وبعدين هنرجع نكمل حلمنا ده تاني مع بعض. فالليل هيرجع علينا من جديد وهنشوف الحياة بشكل كويس من خلال حلمنا اللي احنا بنحلمه. اللي هو بتقصد اني خلي دايما عندك جزء من الخيال والحلم اللي دايما بيعطيك التفاؤل والأمل. وبعد كده بترجع تعيد نفس الكلام. طبعا انا مش هكرر عشان مطولش عليك وقت الحلقة. انا هسيب لك اللينك تحت تروح تسمعها تاني، تحسن الاستماع بتاعك، وتكتب لي رأيك في الكومنتس. لو عندك اي تعليق او اي ملحوظة اكتبه لي وانا ان شاء الله هرد عليك. Wenn dir das Video gefallen hat und etwas davon gelernt hast, bitte vergiss nicht meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch zu geben. Ich sage Tschüss, bis später, euer Mahmoud. Salam alaikum ya shabab.